بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية في الحياة اليوم، وبنرحب باثنين من الوزراء الجدد في حكومة اسمها حكومة الإنقاذ. منتظرين منها خطوات مهمة، قرارات جريئة للتعامل مع هموم ومشاكل المواطن المصري. الحكومة اللي قدرت إنها تحصل على صلاحيات موسعة من المجلس العسكري، لأي مدى ده هيكون فارق في أدائها وفي تحركاتها. احنا النهارده اخترنا نبتدي مع حضراتكم بملف مهم، ملف التعليم والثقافة. بيسعدنا يكون معانا في الحياة اليوم، وبرحب ببارك وبدعي لأستاذ جمال العربي وزير التربية والتعليم الجديد. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ جمال. وأيضا دكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الجديد. أهلا وسهلا. ألف مبروك لحضراتكم مرة تانية. والسؤال مشترك لحضراتكم في البداية، قبلتم المسؤولية والتكليف بسهولة؟ كان بعد وقت تفكير تردد؟ حسمتم الأمر إمتى؟ يعني أتصور أن ما قاله معالي رئيس الوزراء النهاردة وهو قاعد في الاجتماع وبيقول باللفظ كده أن هو أنا أعلم أن جميع من عرض عليه الوزارة كان مترددا في قبول الوزارة، لأنه من الأسهل الآن الجلوس في البيت من الخروج لقيادة وزارة في هذه الظروف، ولكن نحن نتحمل مسؤولية. كان بيتقال ان اللي هيقبل يكون وزير دلوقتي فدائي. بالظبط كده، ما هو قال نفس الألفاظ بس يعني بطريقة تختلف. قال انما يتحمل الآن مسؤولية هم ناس وهبوا نفسهم من أجل مصر يعني. فنسأل الله أن نكون منهم يعني إن شاء الله. دكتور شاكر؟ لا، أنا لم أتردد على الإطلاق. يعني أي نداء من نداءات الوطن لازم نلبيه في أي موقع، ومهما كانت الفترة قصيرة أو طويلة. أعتقد إن احنا كلنا مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نكون عند مستوى المسؤولية وننظر لقدام ونحاول ننطلق للأمام بنظرة فيها تفاؤل، فيها أمل، فيها ثقة، فيها طمأنينة. ولذلك فهي مش مجرد حكومة إنقاذ وطني، لكنها أيضا حكومة الأمل، حكومة الطمأنينة، حكومة الثقة، حكومة المستقبل اللي هتسلم الأمانة للحكومة القادمة المنتخبة أو للرئيس الجديد المنتخب في دولة ديمقراطية مدنية حديثة نفخر بها بين الأمم كما نتمنى ونحن. يمكن أنا في البداية يعني مهتمة بمعرفة المقدمات قبل تولي المسؤولية، لأن ده هيكون برضو شيء فارق، ومطلوب إن احنا نعرف الرؤية قبل الدخول على المهمة. في ال 12 يوم اللي فاتوا كان في لقاءات بتعقد مع دكتور كمال الجنزوري، بعضها رسمي بعضها غير رسمي. كان دايما عندنا تساؤل كإعلاميين، هو ايه اللي بيحصل في المقابلة دي؟ يعني بتتسأل على ايه او بيسمع رأيك في ايه؟ اتفضل يا استاذ كمال. يعني اعتقد ان معالي رئيس الوزراء لما استقبلنا للمرة الاولى يوم الخميس الماضي كان كل فكره ان يكتشف فينا اشياء كثير، لدرجة ان بعض الموضوعات لم تدر في نفس العمل او في اطار المجال اللي احنا بنعمل فيه. حضرتك قابلته مره واحده ولا اكتر من مره؟ انا قابلته 3 مرات. 3 مرات. في المره الاولى كان الهدف اعتقد ان هو كان من الذكاء يبحث قدره الانسان اللي قدامه على التحليل والتمييز، فسال في موضوعات تقترب جدا من المجال ولكن ليست مباشره. كانت بتتوقف على عمليه التحليل، بأن يسال في مقارنه بين شيئين او يطلب السؤال في مقارنه بين شيئين. تحليل الشخصية، آرائها، توجهاتها مثلا يعني في قضية ما؟ يعني قدرة الشخص اللي أمامه على التحليل، التحليل. ثم الرؤية المستقبلية للعمل الذي يعمل فيه، بأنه يسأل بالتحديد كده طب لو أنت نزلت الميدان هيبقى النهاردة شكل العمل شكله إيه؟ ومن هنا بدأنا نعرض بعض القضايا اللي في العملية التعليمية وكيفية معالجتها، بحيث أن أنا بسرعة أحسس الشارع أن هناك حكومة جديدة جاءت من أجل الإنقاذ فعلا. من هنا اعتقد ان ده تصوري يعني ان ده كان فكر معالي رئيس الوزراء. بالنسبه لحضرتك يا دكتور شاكر؟ بالنسبه لي يعني كان في نوع من اولا التعارف والتعرف على الشخص القادم الجديد، بمعنى من هو. فيعني طلب مني في البدايه اقدم له نفسي، فانا قدمت له نفسي. انا اصلا استاذ علم نفس متخصص في سيكولوجيه الابداع الفني. انا استاذ في اكاديميه الفنون، كنت نائب رئيس اكاديميه الفنون، كنت عميد معهد النقد الفني وعميد معهد الفنون الشعبية، كنت أمين عام مجلس على الثقافة، على صلة بالوسط الثقافي، على صلة بمجال الأدب، على صلة بمجال الفنون التشكيلية، على صلة بمجال الفن والثقافة عموما.
لدي مؤلفات معروفة يعني منشورة داخل مصر وخارجها، ولدي صلة طيبة بمعظم المثقفين. وبعدين طلب مني ايه الرؤية اللي ممكن نطرحها في المستقبل، فتحدثت عن بعض ملامح هذه الرؤية، ثم تحدث معي عن في المقابلة الثانية أو الثالثة، لأن احنا التقينا 3 مرات، عن صدى يعني الترشيح. فأنا أخبرته أن الصدى طيب، وهو كان فعلا الصدى طيب، سواء على الفيسبوك أو في الصحف أو في اللقاءات المباشرة مع الأصدقاء وغير الأصدقاء من خلال المكالمات التليفونية، كان الصدى طيب ومطمئن. فأعتقد أنه هو كان بيزداد في كل مرة معرفة بالشخص. وطبعا معالي رئيس الوزراء كان يسأل قليلا ولكنه يستمع ويصغي كثيرا للشخص الذي يجلس أمامه. يعني حضرتك في البداية برضو أشرت للسي في أو المؤهلات. نعم. في برضو نقطة مهمة متعلقة بأستاذ جمال العربي، أنه لأول مرة من سنة 85 يتولى مدرس هذا المنصب، انه يكون وزير للتربيه والتعليم. فبرضو ادينا يعني شويه معلومات يا فندم فيما يتعلق بالتطور والخبرات، لكن استاذن حضرتك ده يكون بعد ما نستقبل مع حضراتكم المهندس حسين مسعود الموجود معنا على التليفون، وزير الطيران المدني. مساء الخير يا سياده الوزير، برحب بحضرتك. مساء الخير يا فندم. المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني، مهم انه نتعرف على آراء وافكار الوزراء الجدد في حكومة الانقاذ، نقدر نعرف ازاي هيتعاملوا مع المشاكل اللي موجودة تقريبا في كل وزارات يعني، فالهم تقيل. طيب لغاية لما يكون التليفون جاهز معانا، سيادة الوزير حضرتك سامعني؟ انا مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. سيادة الوزير، كنت لسه بتكلم بعد طبعا المباركة لحضرتك، تولي المسؤولية وقبولها ورؤية حضرتك للفترة اللي جاية وازاي هتكون أولويات سيادتك. حضرتك طبعا الفترة الجاية كحكومة إنقاذ هتتميز حضرتك طبعا زي ما انتم عارفين ان النقل الجوي ده هو له دور كبير جدا في التنمية الاقتصادية. واحنا اول من اهم اهدافنا ان احنا سنعمل ان احنا نعيد حركه الركاب مره اخرى بزياده الامن والامان. هتبتدي الحركه ان شاء الله تنمي شبكتنا بحيث تزيد حركه الركاب. هننسق مع وزاره السياحه بحيث ان احنا نزيد الحركه السياحيه ونزيد اعداد السياح، لان ده بينعش الاقتصاد والتنميه الاقتصاديه. هنهتم كتير جدا بالقاره الافريقيه عموما ودول حوض النيل خصوصا، لان احنا بنصل حاليا في افريقيا الى 17 نقطه مباشره. ان شاء الله نتوسع في شبكتنا بحيث نصل الى نقاط اكثر من ذلك. وكمان حاطين في مخططنا مساعده الدول الافريقيه في حركه الطيران المدني، سواء بالنسبه للمطارات او بالنسبه للطيران شركات الطيران. كمان حضرتك احنا بنهتم جدا ان نخلي مطار القاهره الدولي كمطار محوري او هب، عشان يبقى انتقال منه والى كل بلاد العالم الى افريقيا، ومن افريقيا الى كل بلاد العالم. بنهتم جدا بالعنصر البشري في صناعه الطيران وخاصه الشباب، وبما يحقق العداله الاجتماعيه ليهم. ده جزء بسيط. طب في النقطه دي يا فندم، يعني عايزه اعرف ازاي حضرتك بتتكلم على العنصر البشري، ازاي هيتم التعامل مع مشاكل الموظفين والعاملين في هذا القطاع؟ احنا كنا بنتابع اضرابات واعتصامات من المراقبين الجويين وغيرهم من الموظفين اللي كانوا حاسين بعدم المساواة في التعامل معهم ماديا. حضرتك بالنسبه للمطالب الماليه، احنا حاليا في مرحله طبعا هدفنا ان احنا هنزيد التحسن المالي بالنسبه والمرتبات والمكافآت بالنسبه للفئات كلها، انما حاليا بنعمل التخطيط ليها. حضرتك طبعا احنا مرتبطين كقطاع الطيران المدني مش مدعم من الدوله، فاحنا مرتبطين جدا بان احنا نعمل بصوره جديه وبصوره مباشره، لان وسائل واردنا الماليه هي من عملنا فقط، فيجب ان نعمل عشان تزيد لنا الموارد الماليه وبالتالي نحقق كل الطموحات بالنسبه للعنصر البشري في قطاع الطيران. باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني، شكرا لحضرتك.
الكلمة كانت مع حضرتك دكتور جمال، ونتعرف أكتر على خبرات حضرتك، المؤهلات، الإنجازات اللي أهلتك إنك تتولى هذه المسؤولية. يعني أنا أعتقد أولا أنا معلم من البدء أنا معلم. نعم. ولم أحصل على درجة الدكتوراه، وما أعرفش، أنا بتنادى دايما بكلمة يا دكتور وبتحرجني، لأن أنا ببقى حاجة من اتنين، يا استوقف اللي بيتحدث عشان أقول له أنا مش دكتور، يا إما إن أنا أسكت أعتبرها كلمة إطراء. فبعض الناس بتجد إن في ديت نوع من الخجل. يعني أنا ما أعرفش هل الأستاذ جمال خد دكتوراه؟ أنا ما خدتش دكتوراه، أنا معلم. آخر ما حصلت عليه هو بكالوريوس علوم وتربية سنة 76، بالإضافة بقى لبعض الدورات اللي أنا خدتها في الكمبيوتر وحاجات زي كده، وسافرت الخارج في بعثة لإنجلترا، وخدت منذ بداية الحاسب الآلي لما كنا لسه بنكتب بالجي دبليو بيزك، أخدت دورات متخصصة كتير، وعلمت نفسي الحاسب واللغة من فترة كبيرة جدا. قدت فرق عمل كتير جدا، توليت مناصب كتير جدا في التربية والتعليم، أهلتني في العام الماضي بعد ما كنت وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، ووكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، وهي محافظات كبيرة ليست بصغيرة. محافظة الدقهلية كان فيها 17 إدارة، القليوبية كانت 12 إدارة. ثم توليت شؤون التعليم الثانوي في الوزارة، وبالجانب أسند إلي امتحانات الثانوية العامة. وأعتقد أن حضرتك شفت امتحانات الثانوية العامة السنة اللي فاتت تمت إزاي. طريقة إدارة العمل السنة اللي فاتت كانت بتعتمد كليا وجزئيا على إدارة فريق عمل. إذا كلفتي الناس دولت وحسستيهم إن إحنا في الآخر إذا فزنا فسيفوز الفريق بأكمله، وإذا خسرنا فسيخسر الفريق بأكمله، استحققنا من الناس الدعم لأننا بنعمل بروح الفريق. وكل الناس عملت كأفراد في هذا الفريق، لم يكن لهذا الفريق رأس وقاعدة، كلنا كنا على خط واحد ومتساويين. أدينا العمل بنجاح، ده زكانا عند بعض الناس. ولكن أنا مش عايز أنسى أن ميدان التحرير، ثورة 25 يناير، وقفة المعلمين اللي طالبوا بمعلم أن يكون وزيرا لهم، ربما تكون هي السبب المباشر في أن أتينا إلى هذا الكرسي. إن أنا النهاردة بدين بالفضل، لأن هؤلاء الشباب الذين طالبوا بمعلم أن يكون وزيرا، ربما هو ما لفت نظر القيادات للتوجه، هذا التوجه، خاصة وأنها حكومة. حضرتك ليه السبب؟ يعني لما الناس تقف، المدرسين تقف يقولوا عايزين يبقى الوزير مدرس مننا. هو لو حضرتك تتبعتي كل الوزارات، أعتقد أن جميع الوزارات تقريبا بيقودها متخصصين. يعني وزير الصحة دائما طبيب، القوات المسلحة راجل عسكري، مفهوم. الطيران المدني قبل كده كان راجل طيار. هو الأول مرة يكون مدني. البترول أول مرة دلوقتي. أنا بقول قبل كده. البترول مهندس بترول. تيجي العدل لازم يكون مستشار. تيجي بالذات عند التربية والتعليم تلاقي اللي تتولوا الحكم على فترات متوالية، أو تولوا القيادة على فترات متوالية، إما محامي، لو في لحظة من اللحظات كان أساتذة الجامعة طبعا، محامي أو طبيب زي واخد بال حضرتك، مهندس. يعني برضو مع احترامي للألقاب ان هو أساتذة الجامعة كلهم يعني. ولكن أنا عايز أقول تخصصهم تخصص هندسي أو محاماة، أو حتى في يوم من الأيام كان في واحد بكالوريوس تجارة بيحكم الوزارة. ده تبعاته ايه بقى؟ يعني بيعمل انفصام ما بين الوزير وما بين الموظفين او المدرسين اللي في وزارته، ما بيكونش على علم برضو، مش ايده في العمليه زي ما بيقولوا. بالظبط كده. ليس من الضروري ان انا، يعني انا مش عايز اسفه فكره اي حد منهم، قد يكون فيهم من هو على استعداد. يعني اذا كان مش متخصص كمبيوتر، ولكني افهم كثيرا في الكمبيوتر، واستطيع ان ابذل فيه جهد كبير. فمنهم من بذل في التربيه والتعليم جهد كبير، ولكن كان بينقصوا الفكر التربوي، كان بينقصوا حس المعلمين، كان بينقصوا المشاكل اللي موجوده في المدارس، عفوا تحت السلم لحد الفصل من فوق. لان النهارده المدرسه ليست تخطيط أكاديمي وفقط، ثم هناك آلات بتنفذ، ولكن أنت بتتعاملي مع سيكولوجيات مختلفة. الطالب له سيكولوجية، والمعلم له سيكولوجية، والأسرة لها. فإذا أنت من حيث التربية إذا لم تتعاملي مع كل هذا فستفشلين، لأنك إذا تعاملتي مع واحدة بس فستهضمي 2 آخرين. إذا أخذنا الطالب واهتممنا به دون أن نهتم بالمعلم ودون أن نهتم بالأسرة، يبقى أنا فقدت 2 من عناصر المثلث اللي بيكون العملية التعليمية. أنا بتكلم على القوى البشرية. إذا أنا أخذت الأسرة وأهملت الطالب والمعلم، إذا أخذت المعلم وأهملت الأسرة والطالب، يبقى إذا لابد أن تكون متكاملة. مين اللي يدير ده كله؟ واحد اتحط في المجال من أوله إلى آخره، من أول يوم لآخر يوم. فأنا راجل تعينت سنة 76 لحد الآن، عمري ما تنازلت حتى أن أمسك طباشيرة. يعني أنا في السنة اللي فاتت وأنا وكيل وزارة كنت عندما أدخل بعض الفصول
امسك بالطباشير عشان اسال التلامذه في حاجه او اضع على السبوره حاجه اسال فيها، وكنت اجيد اشياء كثيره. انا يعني عندي ملكات كثيره من لغه عربيه، رياضيات، علوم، فكنت دائما اتدخل في هذا. انا اتصور ان مع الاحترام لكل الاساتذه الجامعيين انه بيبقى متخصص في مجال وانه يفهم في هذا المجال، وقد يكون لديه ثقافه عامه عن بقيه المجالات ولكن لا تؤهله الى قياده العمليات التعليميه. ولكن وبرغم ذلك فان منهم من ابدع واحسن، ما انا مش عايز انكر حد، ولكن لم تستمر العمليه لدرجه انه يحدث تطوير، خاصه ان التربيه والتعليم برضو فيها مشكله. ان ما تحدثيه من تطوير الان لا تجد لها اثر الا بعد 18 سنه 12 سنه في التربيه والتعليم ثم دخول الجامعه. يبقى انت حضرتك ال 12 سنه في التربيه والتعليم دولت عشان تجدي اثارهم بس في التربيه والتعليم فقط دون ان يكون خريج جامعي لسه 12 سنه، يبقى ما تخططي له الان تنتظرين ثمرته بعد 12 عام. النقطة دي مهمة جدا أستاذ جمال، وبما أن حضرتك على علم بمشاكل الناس داخل الوزارة، فهرجع حضرتك تاني وأسألك إيه اللي ممكن نعمله سواء في مناهج، مع مدرس، العملية التعليمية بشكل عام. لكن أروح حضرتك أستاذ دكتور شاكر. أيوة. حضرتك كنت برضو يعني من داخل الوزارة نفسها. أيوة. كأمين عام للمجلس الأعلى تمام. للثقافة. تمام. على علم برضو بمشاكل الوزارة. لو سألت حضرتك انك ترتب لي الأولويات أو ترتب لي مشاكل وزارة الثقافة. أعتقد أنه أول شيء في مطالب فئوية. طبعا الكلمة المشهورة اللي يعني لازم نضعها في اعتبارنا، وهي كلمة حقيقية. يعني في مطالب الناس عايزة تحسن دخولها، عايزة تحسن يعني مستواها، طبعا احنا بنقف معاهم. انا حاولت طبعا في المكان اللي انا كنت موجود فيه فعلا احسن الدخول بتاعتهم بما يتناسب مع القانون طبعا ومع اللوائح ومع الظروف اللي موجودة. أيوة. لكن في نفس الوقت لازم احنا برضو إضافة لهذا نعرف ان احنا بنشتغل في مجال ثقافي، يعني في مجال يرتبط بما يسمى بالقوة الناعمة. القوة الناعمة لمصر هي قوة أساسية، قوة أساسية في التعامل مع الآخرين القريبين والبعيدين. يعني احنا المنتج الثقافي المصري ده منتج بقاله آلاف السنين. يعني لما نتكلم عن النحت أو نتكلم عن التصوير أو نتكلم عن الآثار، احنا بنتكلم عن قوة ناعمة بنخاطب بها العالم. يعني ما هيش القوة الصلبة، ما هيش الأسلحة، ما هيش المصانع، لكنها قوة التفكير والفعل والسلوك اللي بتأثر وبتحسن العلاقات بين الناس وبين الشعوب وبعضها. تقييم حضرتك للمنتج الثقافي المصري دلوقتي؟ المنتج الثقافي المصري متقدم في بعض الجوانب ومتأخر في بعض الجوانب. يعني هو متقدم في مجال الأدب، متأخر في مجال المسرح والسينما. أنا أعتقد إن احنا محتاجين إن احنا نعيد النظر في هذه الأمور. احنا يعني بنحاول نستعيد المسرح القومي الآن. يعني في تطوير فيه، محتاج بعض الأموال يعني لتطويره، لكن في الطريق إن شاء الله لازم يبقى لينا مسرح قومي نفخر به. تاني حاجة، أنا أعتقد إن السينما محتاجة لدعم من الدولة. أنا أعتقد إن السينما متروكة الآن لكل من يستطيع أن يصرف على الأفلام، وطبعا مستوى الأفلام في الغالب الأعم مستوى في الهابط أو في مستوى نازل، مستوى لا يليق أن السينما المصرية بتاريخها المشرف تصل إلى هذا المستوى الموجود الآن. لكن احنا أيضا عندنا تقدم في الفن التشكيلي. عندنا الغناء برضو مستواه محتاج لمراجعة وإعادة نظر. فالثقافة بشكلها العام، الثقافة بشكلها الأعلى، ممكن نقول الثقافة العليا والثقافة الأقل أو الثقافة الشعبية، كلها محتاجة إعادة نظر. احنا محتاجين ان احنا نبعث في الناس روح الإبداع. الإبداع يعني القدرة على الإنتاج لكل ما هو جديد ومفيد، سواء كان ده في مجال الثقافة العليا، الأدب والفن التشكيلي والسينما والمسرح إلى آخره، أو في مجال الثقافة الشعبية، الفنون الشعبية إلى آخره، وأيضا في مجال السلوك الإنساني. لأن احنا بنتكلم عن الإبداع بنتكلم على إنتاج جديد مفيد، مش بس في هذه الثقافات أو في هذه الأنواع من الثقافة، ولكن في سلوك الناس مع بعضهم. احنا محتاجين سلوكيات جديدة مفيدة تدفعنا للأمام وتحررنا من التثبيت على الماضي بأشكاله المختلفة. لأن إذا ثبتنا على الماضي بأشكاله المختلفة معناها إن احنا مش هنتقدم. ودي قضية أعتقد إن احنا لازم نعيد النظر فيها أو ننظر إليها ونناقشها في الفترة القادمة. أنا مع روح التآلف والمحبة، أن تسود المحبة بين المصريين على اختلاف طوائفهم وعلى اختلاف فصائلهم وعلى اختلاف اتجاهاتهم. أن هذا الاستبعاد للآخر أو هذا التصنيف للآخر أو هذا الإقصاء للآخر وهذه النزعة
اللي فيها نوع من التعالي او العظمه او البارانويا اللي بيظن اصحابها ان هم امتلكوا القوه او امتلكوا السلطه. اعتقد انها شيء يحتاج للمراجعه. لازم نبتدي زي ما بنقول كده بالبلد نحب بعض اكتر، محتاجين نحب بعض اكتر، نسمع بعض اكتر، نتحاور مع بعض اكتر. اعتقد ان الثقافه هتلعب دور كبير ان شاء الله في الفتره هو فعلا نسمع بعض، نتحاور مع بعض، ده كله مهمه التعليم والثقافه. حاجات بالزبط. كتيره محتاجه انها تتطور ويعاد التفكير فيها مره ثانيه، انها تكون حاضره وموجوده عند الشعب المصري دلوقتي، واحنا بنؤسس لمستقبل افضل. ودي مهمه الوزارتين وهنتكلم فيهم بعد الفصل باذن الله.